يلحن ويغني، وعند هذه الخطوط الثلاثة يتمرد ببراعة الكلمة على حالات اجتماعية شاذة، ومنذ إطلالته الأولى في أواخر التسعينيات لم يخرج عن خط الدفاع عن قيم العدل، الحرية، الكرامة. يقول: أنا دايما متمرد، باقي مسلم، العالم ديالي ولا كون، وطالب من ربي يكون لي في العون. الراب ديال ضيفنا ماشي لعبة، جبر راسو كيمثل الشعب، هو ابن مرشان الطنجاوي محمد الهادي المزوري، الاسم الفني مسلم. ومعك مسلم اللي كنرحبوا بك في بلاطو الظهيرة. معك بكينا الحومة، ضيفنا زعم وكتب على يمة، وقفنا بانحناء اليمة، التقطنا الرسالة وكتب على الأرض في ضميني، كانت محبوبته الأرض مغربنا، واليوم قبل شهر مسلم خرج العين الحمراء. لنتابع هذا البورتريه لفؤاد العجوزي فريد غيتو من طنجة. العين الحمراء آخر الأعمال الفنية لفنان راب مسلم، لكن مسيرته الفنية لم تبدأ اليوم، إذ أسس فرقة زنقة فلو منذ نحو 20 سنة قبل أن يتفرد ويبصم أغانيه بأسلوب خاص. كلمات منتقاة بعناية تعبر عن واقع مجتمعي مر. هنا يتحدث عن ظاهرة العنف المستشرية في الحومة أو الحي الشعبي. قال لي أنا طلع لي في راسي هذا الشيء عشير يخلينيه. كنقلب على شي فكرة جديدة، يعني شي موضوع اللي ما نكونش كتبته ولا شي طيم اللي ما درتش فيه. ملي كنطيح على الفكره كنكتب. الكتابه كدير لي شويه الوقت على حسب الموضوع، يعني كنحاول نكتب شي حاجه مبسطه في نفس الوقت سهل الممتنع. يعني دابا هذه مده ديال عامين وانا كنتعامل مع محمد من دموع الحومه، الزنقه، دوميني، ودابا المرسو جديد ديال العين الحمراء. محمد ديما كيجيب حاجه جديده، ديما كيجيب افكار جدادين، ديما كاين الابداع، فهمتي؟ يعني ما كيكونش كاين واحد المشكل عندنا في الاستوديو، يعني كندخلوا للاستوديو دغيا كنوجدوا العمل، ما كيكونش عندنا المشكل. مسلم اسم الشهرة اسمه محمد الهادي المزودي، ولد هنا بأحد الدروب الضيقة بحي مرشان بطنجة. خطى خطواته الأولى في هذا المنزل، وتفجرت موهبته في كتابة نصوص أغانيه، وداع صيته بأعمال مثل أنا مسلم وطاير حر وقلب مجروح. هذه هي الحومه اللي هي سبيله الجماعه بالضبط في مرشان. الدار ديالنا هي هذه الدار ديال الوالدين، هنا خلقت، هنا تربيت انا وخوتي كاملين. يعني هذه الحومه اللي دوزت فيها الصغر كامل، فهمتيني؟ هذه هي الحومه اللي انا منا كنت انسبيرا بزاف ديال المواضيع ديالي. هذا كيقال لي قد لا يزال شريط ذكريات الطفولة يراود مسلم، المحب لتربية الحمام والمحبوب لدى أقربائه وجيرانه في الحومة. مربي معانا هنايا وكيقيد معايا هنايا، كيخدم معايا ويخدم معايا في النجاره، واي مسؤوليه كان كيعملها. شي مرات كنقول له شي جبتي ولاداتي كيمشي يجيبو من الدار. كيفاش كان ملي كان؟ لا كان من الصغر ديالو هو ترانكي، كيتهلا في الوالده ديالو، كيتهلا فينا في العائله، وقف معنا بزاف وكنوقف عليه بزاف الامور، كنجبرو كنشكرو بزاف. النصيحة كاين ديما النصائح، كنخرجوا انا وياه بالليل، كيبقى ينصحني، كيقول لي الزنقه ماشي مزيانه. من الأزقة الضيقة إلى عالم الفن والشهرة، مسلم نجم فوق العادة بمدينة البوغاز، يستوقفه معجبوه لأخذ الصور التذكارية، إلا أن هذه السيدة فاجأته بقصة حزينة لوفاة ابنها، وكأن أغنية دموع الحومة تحكي تفاصيلها. الله يسخر ابني كان معجب ديالو، أول حاجة كان الديسكو ديالو كيتبعو، كان معجب ديالو، ونهار اللي مات ابني تقطع شهر 9، دابا عنده عامين و3 شهور، خرج هو ديك الديسكو ولد الحومه، كلشي كنسمعو كان يبكي وكندعي له في الغيبه ديالو. كيف بغيتو نسكوت والحومه كتموت كتعاني بوحدها. الفنان مسلم لا يريد السكوت عن واقع المعاش، لعل الرسائل تصل عبر الفن بوضع اليد على مكامن الداء. ابن 36 عاما راكم تجربة فنية طويلة في فن الراب المثير للجدل، لكنه اليوم عازم على مواصلة المسير إلى جانب رفاق الدرب أولاد الحومة إلى قوس النصر والإبداع الفني. وتحنا ما بغيناكش تسكت مسلم، بغيناك تبدا. مرحبا بك محمد المزوري. الله يبارك فيك. غنرجع لاول لقطه اثارت انتباهي في الروبورتاج، كنشوفوا ديك الصدفه ديال في الشارع، يعني كتلقاك انها كتسمع ليك لانك الاغنيه ديالك تحيل على قصه واقعيه. هاد الصدق في الكلمه هو اللي كان مفتاح او لا امن لك العبور الى اكبر عدد من الجمهور المغاربه، ماشي غير الصغار اللي جاوا.
الصدق في الكلمه كيف ما قلتي وخارجه من القلب. يعني داكشي اللي المعاناه ديال ديك الناس هذوك انا كنحس بهم. ملي كنكتب شي موضوع ملي كيسمعوه هما كيحسوا كيقولوا هذا راه كيغني علينا. يعني ابار هاد السيده هذه نقدروا نمشيو في المملكه كامله غتلقى الحومه في شي مدينه اخرى عمري ما مشيت لها مثلا، عايشين ديك الظروف هذيك وكيحسوا بديك الاغنيه هذيك وبديك الكلمات هذه. يعني رد الفعل، يعني وانت كتشوف هذاك رد تجاوب مباشر مسلم، كيفاش كيكون رد الفعل ديالك وانت كتشوف يعني سيده تحتويك لانك كتشوف ولدها فيك؟ صراحه واحد الشعور كيفاش غادي نقول لك، يعني المهم حسيت بواحد الزوبيره كنقولوا حنا، يعني تبورجت فملي سمعت الولد ديالها توفى والله يرحمه مات مقتول. يعني هذا هو المشكل. كاين بزاف في الاحياء الشعبيه وكتلقى السبب تافه اصلا. يعني وهنا يعني هذا التجاوب يحيل على واحد المساله اساسيه مسلم، هو انه الفن رساله. وشنو الرساله ديال مسلم؟ الفن اون جينيرال انا ديما كنامن بهذه القضيه انه خصها تكون فيه واحد الرساله، سواء الغناء سواء التمثيل سواء الرسم. فالرساله المسلم هي انني نوصل المعاناه هاد الناس هادو اللي انا منهم، نوصلها للناس. يعني نحاول نغير الواقع ديالي وديالهم، فهمتيني. انا الموسيقى هي اللي في يدي، كنوصل المعاناه ديالهم للناس اللي يمكن يشوفوا من حال هاد الناس عاوتاني، فكنخوي لهم داكشي اللي باغيين يقولوه هما ما قدروش يقولوه كنقولوا انا في الاغاني ديالي. انت اللي كتكتب، انت اللي كتلحن، وانت اللي كتغني؟ نعم انا كنكتب طبعا الالحان ديالي في لي انسترومون. كنخدم مع بلال افريكانو مؤخرا اللي شفناه في روبورتاج مع شهاده. يعني شحال كتاخذ مثلا منك يعني الكلمه، يعني اغنيه مثلا شحال كتاخذ منك في وقت مسلم؟ في الكتابه على حسب. المهم كاين بعض الاغاني كياخذوا شويه وقت، كنبغي نعطيهم وقت مزيان، لان كنبغي نكتب انا السهل الممتنع كيف ما كنقولوا. يعني شي حاجه اللي غيفهمها كل شيء في نفس الوقت، ماشي اي واحد غيكتبها ياك. و كندوز مرحله التسجيل وديال الميكساج وداك الشيء هو اللي كيدي الوقت بزاف. الكتابه عندي واحد نقدر نكتب اغنيه في ليله. وكنت السهل الممتنع في اغنيه ضميني، يعني كل شيء كان كيعتقد انها محبوبه مسلم، لكن لم تكن سوى الارض المغرب، مغربنا جميعا. نعم كان هذاك واحد الطريقه ديال الكتابه، بغيت نكتب. المهم بغيت نكتب نبدل شويه على ودرتي الناس. تعمدت. المهم هذاك الموضوع جا في واحد الساعه اللي انا بغيت نوصل ديك الرساله، يعني داك التوتر اللي ولا دابا بين العلاقه بين المواطن والوطن ديالو، فهمتي. كاين واحد التوتر بغيت نهضر عليه. العين الحمراء هي صدرت أغنية، هي آخر أغنية صدرت يعني قبل شهر تقريبا. هل معناه أنه مسلم غادي يبقى في هذاك الاتجاه اللي دائما كيتكلم عليه، هو التمرد على حالات اجتماعية اللي كتكون مقلقة موجعة كتهمنا جميعا؟ طبعا هذا هو مسلم. يعني انا هذا هو الخط ديالي، هذا هو يعني التوجه ديالي. ما نقدرش نتبدل وما يمكنش يتبدل وما غنعرفش نتبدل، واخا نبغي نتبدل ما غنعرفش. كنشوفوا هذا التمرد في الاغاني ديالك، يعني ما تمشيش، دموع الحومه، الزنقه، الرساله. لكن هذا اللي ما كيعرفش ربما المشاهد انه مسلم الناس اللي خجولين، يعني كتحس بك كتبان يعني سور سين راك عندك شخصيه، عندك جرأه في الكلمه، لكن مقابل انك خجول. لكن واحد الجانب اخر هو ذاك حنين بزاف، يما في بابا، يعني كنلمسوا هذا الجانب. وبين التمرد وهذاك الجانب ديال الحنان وديال المسلم كاين واحد الخيط ناظم بينكما، انك دائما تحمل ديك الصرخه، ذاك الوجع. واش هذا هو مسلم؟ شي كامل هذا هو مسلم صراحه. يعني لما كنتش كيف ما قلتي ما كنتش حنين، يعني ما غادي نكسبش بزاف ما نحسش اصلا بهاد الناس، ما نكسبش حتى دموع الحومه اللي هي قاصحه. لو ما كنتش كنحس بديك الحومه وبالناس ديالها وداك الشيء ما غادي نكسبهاش، فهمتيني. ما نكذبش عليك نقول لك لا انا قاصح ولا انا والله فعلا قاصح بواحد الناحيه ولا هذيك، ولكن اللي كنحس به كنقولوا مادام حسيت بالناس نقدر نقول انه سبيل الجماعه الحومه اللي خلقيتي فيها في مرشان، يعني كانت هي الارضيه باش
كتب يعني مسلم على الحومة على الزنقة، يعني المحيط ديالك كان ساعدك أنك تكون صادق في التعبير؟ نعم انا كان تأثيرا بزاف من الحومه ديالي، من المحيط ديالي، من الناس اللي قراب لي فهمتيني. كنحاول نوصل داكشي كيف ما هو، والحومه هي الحومه فين ما مشينا. اللهجه الشماليه شويه امنت لك العبور حتى هي، لانه كان راب يعني كانت ديك اللمسه الشماليه كنحسوها في الكلمات. في الاول صراحه كتغني. في الاول كنت كنهضر شمالي 100% في الاغاني. من بعد انا بغيت الغايه ديالي يفهمني اكبر عدد ممكن ديال رغم انه اللهجه الشماليه راه مفهومه لغه عربيه وفيها لا، لغه عربيه. كاين بعض المصطلحات اللي كيكونوا غارقين بزاف فهمتي، فهادوك كنحاول يا اما نموديفيهم بشي مصطلح اللي غيفهموا كلشي، الا ما جبرتش كنخلي هكذاك ماشي مشكله، اللي بغى يفهم غيفهم. لا فهمنا صراحه فهمنا. لو كان الواقع لوحه وبغى يرسمها لينا مسلم، وهذه من الاغاني اللي غنيتي، يعني باش ممكن يبدا وكيفاش تكون اللوحه اللي يرسم لينا مسلم؟ اللوحه هي اللي رسمت ديك الاغنيه يعني، ولكن ما تغيرها فيها حتى شي حاجه ديك اللوحه اليوم؟ صراحه كاين شي حوايج تبدلوا، كاين صراحه يعني البلاد كاين شي حوايج بوزيتيف ماشي غير نيجاتيف فيها فهمتيني، يعني كاين بزاف الحوايج كيتبدلوا للاحسن. يعني انا ديما كنقول البلاد والمواطن خصهم بجوج يتبدلوا للاحسن، يد في يد، ماشي هذا يلوم هذا، ما يكونش اصطدام. يقال انه يعاب، يعني يقال على انه فن الراب هو ديك الهضره الخاسره، هو كيتكلم على فئه معينه. كاين بعض الاباء اللي كيمنعوا حتى ابنائهم من انهم يسمعوا الراب، يعني واش قدر مسلم انه يكسر هذه الصوره؟ كنظن قدرت مؤخرا دابا الحمد لله، يعني كنتلاقى بالاباء معهم ولادهم كيتصوروا معايا، كيشكروني على الاعمال ديالي، كيقولوا لي حنا كنا غادي الراب عندنا عليه واحد الفكره في شكل، انت بدلتيها لنا، كمل بحال هكذا. يعني انا كنظن توفقت. كان الراب اللي دائما كتسميه الراب الهادف، الراب القريب من المجتمع، من نبض المجتمع، الكلمات نعم يعني تليج الى البيوت. يعني الراب خصو تكون فيه واحد الجرأة مع واحد الحدود، يعني بلا من ان هذاك الشيء سهل، فبلاش يعني. ما كرهناش المخرج ديالنا عبد العالي بويطه انه يعطينا مقتطف من احد الاغاني اللي وقعها مسلم واللي كتلقى تجاوب، اكيد غنرجعوا لها. غنوقفوا عند هذه الجدليه، واش الراب هو فن موجه فقط للشباب ام انه ممكن يكون راب هادف يصل الى اكبر شريحه من المغاربه؟ وهذا هو الاشكال الذي تطرحه سعاد الزعتراوي في هذا الروبورتاج، وتوجهت الى الشباب على وجه التحديد. لنتابع ونعود الى مسلم. لون موسيقي أمريكي طلب اللجوء الفني في المغرب نهاية الثمانينات. اليوم أصبح لهذا الجنس الفني أوراق إقامة. عشق الشباب المغربي تمرد الراب وجرأته، كلماته وإيقاعه. عشقوه عندما تحدث بلسانهم ولامس أفكارهم. الراب في المغرب مشى بواحد النيفو، طلع بواحد النيفو خيالي، سورتو راه داخل دابا في لا كولتور ماروكان. سكيفي فاش ملي كيمشي كيجي رابور كيلوح لنا دي ديسك اكسيتيرا، كاين الرابور اللي كيطلع اترافيغ لو بوز، وكاين الرابور اللي كيصيفط دي ميساج بناءه للشباب. الراب في المغرب غادي بواحد، غادي كيطلع النيفو، كيطلع الدراري دوك يطلعوا كاملين، الاساطير كيف قلنا راه باقي نستابيليزي في الموقع ديالهم، بحال مسلم بحال البيغ. بالنسبه لي الراب هو واحد الفن موسيقي كيعبر على الغضب ديال الشخص اللي كيغني. J'ai entendu beaucoup de rappeurs en train de chanter, mais vu que je comprends pas l'arabe, j'ai du mal à comprendre. Mais je crois qu'ils ont un très bon esprit en fait. ملامح الراب المغربي فيها الكثير من جينات الهيب هوب الأمريكي.
إيقاعات موسيقية غربية قد تنضاف إليها نغمات مغربية. فنان الراب طرقوا باب غير المألوف في الغناء، خاطبوا الجمهور بلسان متعدد، ففي الأغنية الواحدة دارجة ولهجة أمازيغية وكلمات فرنسية وإنجليزية. من سألناهم عن قاموس أغاني الراب أشاروا إلى سقوط بعض المغنين في شباك الكلمات المبتذلة، الأمر الذي عرضهم لانتقادات لاذعة. عشنا بالكانا وما لنا ما خافش معايا نطاش امي مننا قصدع راسي باقي ما عندنا بغينا نعيشو وشكون اللي خلانا واش moi personnellement زعما جو با ترو زاكرو للغاب، ولكن كنسمع ليه بحال هكا مره اذا كانت شي اغنيه زوينه وكتلقى الموضوع ديالها زوين. بالنسبه لي انا ما كنسمعش الغاب باسكو فيه المهم عاده تيكون فيه قصه الهضره، لهذا ما نقدرش نسمع مع والديا. كاينين شي اغنيات زعما عنيفين وكيوصل واحد وي عنده هدف مي بطريقه باش كيوصلوا ما زعما ما مزياناش. قد يصعب على من تربت أذنهم على الموسيقى الكلاسيكية والقصائد العربية أن يفكوا طلاسم هذا اللون الفني، لكن الشباب يتقن فك الشفرة ويعتبر الفن إما أن يشبهه أو لا يكون. كان بالغ في القرايه ديالها تحشم خيالها، راسها محني في الارض تمشي نيشان الدار ملي الحصه تسالى، عقلها كان وقيت فكر كيف تجي من الوالا، صحابتها قلال وطابعا ماشي كسالى، الحلم ديالها تكون طبيبه ملي كتشوف البنات سقطوا كتجيها غريبه، حيت هي كتبكي اذا جات من الاولى قريبه، اما اذا جابت غير معدل مصيبه، والديها في الدار كيعيطوا لها غير مرضيه، انه كثر من جهدهم وربى واحسن تربيه، واخا اللي مربي فاضل الوقت كيقولوا له نيه، حيت في المجتمع الفاسد كيكون غير ضحيه، كبرت نقيه ذكيه وربي عطاها زين، قلبها الحنين عمره في الدنيا كان حزين، حتى عرفت باللي كاين في الدنيا شياطين، ودياب وكلاب عاملين عليها العين. ما تمشيش باش ما تبكيش، ما تمشي بالكذوب وخلي الشراب يعيش، ما تخلي حتى ذيب من قلبك يغيب، يفلت اغلى ما عندك وتصبح يغيب، اختي ما تمشيش باش ما تبكيش، ما تمشي بالكذوب وخلي الشراب يعيش، ما تخلي حتى ذيب من قلبك يغيب، يفلت اغلى ما عندك وتصبح يغيب. كونكورس في باب الليسي واقف تالف موالف، يضحك لبنات الناس قلبهم الرحمه ولا ناشف، رد البال باللي كبرت قلب بغيت نتعارف حق راسك. ما تمشيش مسلم مازال باقي معنا، شفنا مقتطف من الاغنيه ديال ما تمشيش، لمن توجه مسلم في هذه الاغنيه يعني؟ ما تمشيش وجهتها لاي بنت، يعني اي بنت حسبتها بحال اختي، وجهت لها واحد النصيحه ديال الاخ ديال ما تثيقش داك الشيء ديال الخرايف ديال المدرسه، داك الشيء ديال المهم شي واحد غيجي يكذب عليها وانا وما نعرف شنو، بالعكس ركزي في قرايتك لان غتكون الغايه ديالو شي حاجه اخرى ماشي داك الشيء اللي كيبين لك. الحمد لله الاغنيه نجحات ووصلت للناس وفهموها الحمد لله. هدايه ممكن تسمع بنتك هذه الاغنيه؟ هدايه راه في عمرها دابا 7 سنين. نعم تسمع دابا ما عاد تفهمهاش دابا، مي من بعد غتفهمها نورمال. ما يخجلش مثلا مسلم انه يستمع هو ووليداته، عندك معتز الله يخليه لك وهدايه، انه يسمعوا الاغاني ديالك يعني؟ نو بالعكس، انا كنظن غادي يفتخروا بيا يعني الكلمات كتحس انها كانت ممكن نسمعوها جميع ما كاينش فيها اشكال؟ لا ما كاينش فيها اشكال، نو كيف ما غنبغي ولادي يسمعوني كنبغي حتى ولاد الناس عاوتاني يسمعوا الموسيقى مع الوالدين ديالهم، ماشي مشكل. شفنا الشهادات اللي قبل قليل عرضتهم سعاد زعيفراوي في الروبورتاج ديالها اللي انجزناه في الرباط، يعني شفنا يعني كاينه واحد الشريحه من الشباب اللي كيقول لك انه الراب هو ذاك الفن اللي كيعبر على الشباب يعني في سن معينه، وشفنا فتيات يعني
يقول لك انا راب لا ما نقدرش نسمع ليه هضره خاسره، باش ممكن يجاوبهم مثلا المسلم؟ شوف، اي مجال فيه الخايب والمزيان، فهمتيني؟ فاش غادي نقول لك، كاين بنادم يعني، كاين لي رابور اللي مقتنعين بالراب الخاسر يعني، وباغيين يوصلوا داك الراب الخاسر يعني، كل واحد والتوجه ديالو، كل واحد شنو باغي. مي ديما كاين عاوتاني الراب اللي هو بوزيتيف، الراب اللي هو نقي، والخاسر ما كاينيش على انه داك خونا قاصح، غير مجرد تختار الهضره وصافي. يقدر يكون في الواقع ديالو ماشي شي واحد فري قاصح، وماشي شي واحد اللي بحال اللي كنقولوا غانغستر، فهمتيني؟ القصوحه هي في كيفاش دوز لي ميساج قاصحين بلا ما تخدش الحياة ديال حتى شي مستمع. وانت مثلا مسلم كتابع، يعني كاين مجموعه من الشباب اللي مشاو في هذا الخط ديال الراب، كنشوفوا عندنا مجموعات كبيره، عندنا فنانين اللي اختاروا الراب كرساله يوصلوا بها الرسائل ديالهم لغيرهم من الشباب. كيفاش كيشوف مسلم اليوم الراب في بلادنا؟ الراب في المغرب تطور بزاف، ويعني النيفو عالي، يعني النيفو ماشي مزيان، كيظهروا سميات جدادين، فهمتيني؟ فيعني الراب في المغرب كنصنفوا انا الراب رقم واحد ديال العرب، العرب كاملين. هذه ماشي غير انا اللي كنقولها، يمكن حتى العرب كاملين كيعترفوا بها. النيفو ديال الراب المغربي عالي بزاف، برودكسيون في كل شيء. ممكن تقتسم تجربتك مع شباب مثلا، ممكن تلقنهم يعني يعتبر مسلم يعني بالتجربه اللي عندك اليوم؟ راه كنتكلموا على واحد رصيد من السنوات، راك ظهرتي في اواخر التسعينيات، في 98 97. واش ممكن تقتسم معك التجربه مع الشباب مثلا اللي يبغي يمشي في هذا الطريق، خاصه انه كانت لديك تجربه ديال البرنامج ديال المواهب؟ نعم، غير هو انا ماشي منافق يعني، فهمتيني؟ ما نكذبش عليك، انا الا كان شي واحد موهوب فعلا كنشوف فيه الموهبه والتوجه ديالو يعني مع ديالي، يعني ما غنتناقضوش انا وياه في الافكار، غنشجعو وغنتعامل معاه وكل شيء، فهمتيني؟ كانت خلفنا الصوره ديال التتويج ديالك بوسام ملكي قبل سنتين اعتقد، من طرف جلاله الملك محمد السادس تم تتويجك. من بين كان هناك تتويجات اخرى على الصعيد الدولي اصلا، كتعترف بالموهبه ديال مسلم كفنان الراب مغربي. مسلم، واش كتامن بانه الراب ممكن يكون زواج ما بين الراب والموسيقى الكلاسيكية؟ ممكن يعني الراب هو موسيقى، ودابا يعني كيبقى هذا هو الدور ديال المنتجين، فهمتيني؟ يعني كيكونوا عندهم افكار كيمزجوا بين الكلاسيك والراب، واللي يمزج لك الروك مع الراب، ولا يمزج لك مع فعلا كاين الروك مع الكلاسيكي، الموسيقى الكلاسيكيه. كان واحد الصوره جميله خارج المغرب، غنرجعوا لك مسلم مع ما شاهدوها، عناق موسيقي جميل، ويت هوفن، تجربه ابداعيه فريدة لفنانين تفصلهما مسافة زمنية تمتد لقرنين، العبقري الألماني بيتهوفن وفنان الراب الأمريكي كاني ويست يلتقيان بلوس أنجلس، حيث كان الموعد أمس مع اللمسات الأخيرة لهذا اللحن أون سايت أمام حضور جماهيري لافت مزج بين الموسيقى الكلاسيكية والروك. يعني كاين ممكن هذا الزواج، شفنا هذا المقتطف الان، يعني امكانيه الانسجام الموسيقى لا تعترف يعني بالاختلاف، انه ممكن تكون ميلاد تيارين موسيقيين مختلفين. الموسيقى كامله اون جينيرال كتمزج مع بعضياتها، كيخص غير يكون البروديكتور واعر، فهمتي؟ فيعني عادي نقدروا نسمعوا تعملات بزاف. ممكن نشوفوا مسلم مثلا ينفتح على نوع، شنو النوع الموسيقي اللي ممكن ينفتح عليه مسلم؟ المهم انا ديما كنفكر بحكم انني من الشمال، كنفكر نعمل شي اغنيه يكون فيها شي ايقاع ديال الطقطوقه مع الراب، وتكون المهم
بحال واحد الكادو للناس ديال الشمال ولا شحال بحال هكا. ان شاء الله هذا بروجي في عقلي، ان شاء الله دابا نعمل. من بعد العين الحمراء شنو غادي يكون؟ العين الحمراء غادي يجي موراه ان شاء الله واحد العمل مشترك بيني وبين بلال افريكانو. ان شاء الله هاد اليومين غادي نصوروا له كليب وغادي نخرجوه قريب ان شاء الله. عندك العنوان ديال الاغنيه؟ كنظن ما نحرقوهاش حسن. لا بغيناك تعطينا الوحده اللار، يعني الموعد الظهيره ما غتحرقهاش، ما انما غتعطينا حنايا الاسبقيه. اوكي. هي اسمها باقي يناقش صراحه. وناقش معنا وقلنا الاغنيه. اوكي. هي الاغنيه دابا حاليا مسميه شعندك. شعندك اخاي. ولكن المهم ربما تخرج بهذه التسميه هذه، ربما سميه اخرى باقي باقي سؤال ربما كل شيء كيسولوا علاش مسلم؟ شنو اختاريتي؟ علاش اختاريتي هذا الاسم مسلم؟ هذا السؤال هذا ديما كيبلوكيني لان ما عنديش الجواب ديالو صراحه. انا اختاريت هذه التسميه شحال هذه كنت صغير ومأثر بالراب امريكان. نورمالمون كان خصني نختار شي سميه شويه مركنه، ما اختاريت مسلم والحمد لله اللي اختاريت مسلم. السميه اللي ما غندمش عليها وغتجي معايا في كاع جميع الفئات العمريه. نعم. موسيقيا نعم. تبارك الله عليك مسلم. محمد المزوري ابن طنجة، كان لنا الشرف استضافتك هنا في بلاطو الظهيرة. تبارك الله عليك مسلم. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة، تبارك الله عليك. شكرا لكم. في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في ظهيرة